أعزائي مشاهدي قناة الصحراء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحقيقة لا أريد أن تكون المقدمة مقدمة يعني فيها شيء من التكلف، لكني أتحدث بواقعية. كنت قبل أيام أقلب صفحات إحدى الجرائد التي تتحدث عن رجل أحببناه وأحبه العالم العربي بل العالم، هو الطيب صالح. فكنت أطلع على حوار له في جريدة الخرطوم، وكان يردد كلمة رائعة جميلة: أنا عاشق للأمة العربية ونحن في السودان عرب وزيادة. وحتى لا أكون يعني أتحدث بشيء من الغيبيات، أضع هذا المنشد أمامكم، وهو ما ذكره هذا الروائي الكبير. فهذا هو المنشد الذي تحدثت فيه جريدة الخرطوم أيام وفاة الأديب والروائي الكبير الطيب صالح. تحدث عن العروبة وعن محبته وعشقه لهذه اللغة التي كتب فيها أروع روائياته. اليوم وأنا أقرأ الجريدة كلفت من قبل مدير الإدارة، مدير عام القناة، بلقاء مع شاعر قد يعتبره البعض ظاهرة، وأنا لا أعتبره ظاهرة، لأن أبناء النيل ممن عشقوا هذه اللغة، أرض الجمال وأرض العطاء وأرض النيل. وأحدهم كان يقول: هذه الدنيا سماء أنت فيها القمر، شعراؤها جل وكتابها كثر. اليوم يسرني أن ألتقي بأحد عشاق هذا الوطن، الأبناء الأوفياء الذين عاشوا في هذه الوطن وتنفسوا بأنفاسها، وقالوا شعرا بالفصحى وأيضا باللهجة السودانية، وقال أيضا شعرا باللهجة العامية، والأصل واحد، هي العربية الفصحى ولكنها تتفرع. يسرني أن يكون ضيفي في هذا اليوم هو الشاعر الطبيب الشاذلي العجب. فأهلا وسهلا بك في قناة الصحراء، قناتك التي أحبتك وأحببتها. مرحبا بك أستاذ سعد، أنا شاكر لك المقدمة الرائعة دي، وبرحب بالمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. والحقيقة يعني دائما في مثل هذه المناسبات يستحضرنا الوطن ويستحضرنا أيضا رموز الوطن، ولك قصيدة في أحد رموز هذا الوطن باللهجة النبطية وباللغة العامية أو الشعبية، فودنا يعني أن نستمع لها في مقدمة هذا اللقاء. طيب أبشر. القصيدة دي هي قصيدة في سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد. مساعد الرشيد بيقول: القصايد تبي دافع قوي وسبب. فلما يكون في نقلة تاريخية، محاولة لدفع الأمة العربية لمكانها الصحيح بواسطة رجل وضعت عليها الأمة العربية آمال كبيرة، ده بيستفز قريحة الشعراء. القصيدة بتقول: يقول هذا الأمير نعم ولا على الاسم زود، اسمه يجمله قبل فعوله تجمله، جادت به سنين اللي ما حسبنا تجود، مغلى من السيل لا جا والعرب ممحله، لولاه كفو الحمول اللي تهد الحيود، ما حمله ربي الحمل ونهض وحمله، عجل على الماقف اللي ما يبيله برود، والبر خيره ليا من صار فيه عجله، يتعب على مبادراته والحصيل محمود، ويناظر الحاضره بعيون مستقبله،
ويسنع المرحلة ويخلد اسمه خلود، لذلك أكبر خطأ قولة رجل مرحلة. لن شفته يمد شوفه للسما لا ترود، يتخير مع الكواكب كوكب يدهله، واليا سمعته يدوي مثل دوي الرعود. ابشر بسيل يجث الجهل من معقله، ونعاد شعبه على قصره بدود وفود. ما هو يقود الكرام الا كريم سبله، في عينهم مثل اسد يحمي عرين الاسود، ومثل الصقر في هداده يرتفع منزله، ومثل الحصان الاصيل الخير فيه معقود، ومثل النهار اخره ما هو سوى توله، وبوه ضراه ما يرجع بليات فود، والسهم لي منطلق صيده على مرسله، ومن مجد راكان ومعزي يعروق ورفود، غرس حقوق الوسم تسقيه وتظلله، بشتح حكاية فخر وامجاد ماضى الجدود، ما هو مجرد زري يزهابه وينقله. يقول حنا لنا القمة ما عنها شدود، وهو مضراء ليا من قال شي يفعله، مخز ميران تخزي من نظاف الربود، تطوي منه غلها وتجيك متهلله، وحر من وسمة في الوجه واسم الكبود، وكم حي في وسط جوفه حرة تقتله، ولا مهلي ما هو حوله اسهود ومهود. طبع الردي لتعبه لحق الكريم اختله، عليه مجمعنا كالبدو حول العدود، والعد ما ينترك والبدو مستقتله. لن قاله الله على وجه البسيطة يسود، للعرب يبقى وللدين السوي، وهله اللي تسويه للعربان يا بن سعود، ما هو سياسة فقط سياسة ومرجلة. الله 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 الله، سلام سلام سلام. هذا الواجب. الله 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 الله. هذه القصيدة الجميلة وهذه الألفاظ المنتقى يعني دلالة على أنك يعني زي ما قلت أنا في المقدمة أنت أحد عشاق هذا الوطن. نعم. ونفخر بك ونعتز بأحد العشاق أمثالك. لكن بودي أن تحدثني يعني علاقتك بهذه الأرض، هل يعني أنت عشت فيها ولدت فيها؟ يعني هذا يمكن سؤال يراود كل من يستمع إلى هذه القصيدة. نعم أستاذ سعد، لعل السؤال ده سؤال بديهي. البداية أنا ولدت في السودان، لكن انتقلت للمملكة العربية السعودية مع أسرتي في عمر مبكر جدا، كان عمري 2 وانتقلت هنا المملكة العربية السعودية، فنشأت هنا وترعرعت هنا في المملكة العربية السعودية، درست فيها وجلست فيها من ما كان عمري 2 لغاية ما خلصت الثانوية. فنشأتي هنا في المملكة العربية السعودية. ودي الحاجة طبعا أستاذ سعد، الشاعر يولد ولا يصنع، الشعر موهبة. وكثير بيقولوا إنه الشاعر ابن بيئته. فوجودي في المملكة العربية السعودية وعشقي للشعر النبطي وللقيم الموجودة هنا خلاني من ما أنا صغير أوظف شعري تلقائيا بصورة هي عفوية لا إرادية. لقيت نفسي بتابع الشعر النبطي عن كثب، وده أدى في النهاية أنه تكون في تجربة نبطية زي اللي أنت شفتها. جميل. طيب وأنت تحدثني، هناك من يقول أنه أحيانا إما أن يكون الشاعر متأثر بشاعر أو يكون يعني يأخذ من رحيق كل زهرة. فالآن هل أنت تأثرت بشاعر معين هنا ولا مجموعة من الشعراء كان لك يعني اختزلت ذاكرتك طيب أنا ما بحصر التأثر ده من في على جهة واحدة أو شاعر واحد. أستاذ فهد عافت بيقول إنه أنا أتأثر بالموجودات حولي. يقول اليوم الذي لا أتأثر فيه أنا ميت. أنت لازم تتأثر بالموجودات حولك. الشاعر مسعد الرشيدي بيقول كل شاعر جميل أستاذي. فباخذ الشعر الجميل من كل مكان يوجد فيه الشعر الجميل، لكن من البداية كان دائما شعر ضيدان بن قضعان فاتن
بالنسبة لي. كنت ممكن أخذ ساعات طويلة وأنا بسمع شعر ضيدان. وقفة خلف من هدال على المنبر كانت حاجة مذهلة بالنسبة لي. كنت دائما بحب أسمع النوع ده من الشعر وتابعه. وبرضو اتطور الأمر لأنه بقيت باخذ من أكثر من مصدر يعني. طيب تتذكر المحاولات الأولى في تتذكر شيء منها يعني، مع أني أنا أرى أن الشاعر ما يسميها محاولات لأن كل قصيدة هو يعشقها ما أدري. بالضبط، هي مش محاولات، هو الشعر مشوار طويل برافقك في حياتك. الشاعر الجميل ناصر الحمادين بيقول إنه الشاعر عمره الشعر الحقيقي بيبدأ من عمر 35 لغاية 50، ما قبلها هي محاولات. لكن المحاولات دي هي بالضرورة هي اللي وصلتك للتجربة اللي أنت بتشوفها الآن. دي القصائد الموزونة بديت بكتابة الشعر الموزون أو القصيدة المستوفية للشروط يعني، إذا كان في شروط مقننة للشعر من أيام الثانوي. وبتذكر بعض المحاولات وبعض القصائد. يعني تتذكر منها شيء؟ عشان بتذكر نعم. يقول جتني القصيدة دون قول التعالي، لأن الفكر سيد والأبيات خدام، أنهل من بيوت القصيدة الجزالي واترك هزيل الشعر لهزال الأقلام. يا رياض ليه القلب ما بات سالي، يبكي على من راح بدموع الأيتام، في رسوم الدار وعود خالي. مدري وش يقول لكن قولوا له يا ابو ريق حالي، بموت ضامي مير ما موت من ضام، ما هو عشان ارخص لك دمع غالي، تضحك علي كل عادل ولوام، وما هو لي سلمت لرضاك حالي. ما ادري وش يقول، القصيدة طويلة والله اني انسى. او يعني عشان هذه في الغزل صح؟ نعم. هل انا ملاحظ ان دور المرأة في شعرك قليل جدا، فهل يعني لك قصائد غزلية مشابهة؟ نعم. او كانت في البداية موجودة القصائد الغزلية موجودة طبعا، وما يعني ما تجد شاعر مهما كان يعني توجهه في الشعر. طبعا الشعر أغراض، الشعر دنيا كاملة، ما بتجد شاعر ما تطرق للموضوع ده. دي حاجة من أركان الشعر، فهي موجودة. لكن دائما كل الشعراء بيغلب عليهم سمة معينة، في كل شاعر بيغلب سمة معينة. بحب الشعر المنبري بصورة أكبر يعني من غيره، لكن قصائد الغزل اللي كتبتها موجودة يعني. طيب لو قلنا لك الآن بعد هذا الحديث تختار لنا كذا قصيدة، لأني أمهد لسؤال يعني. أبشر. طيب دي أبيات. يقول تزعلني وتزعل وحنك ولا يكفيك، تزعلني وتزعل وحنك ولا يكفيك، وتبعد وانا من حشمة الحب اقرب لك. سلام. تكابر تقول امر المحبة ما هو يعنيك، مع قلب طفل ما يميز وش انسب لك. انا كل مستقبلك لوني بعض ماضيك، وانا يمتك لو كان متعدد احسب لك. تذكرت يوم اني بذرب الكلام اسقيك، وربع بعدها بين نوارك وربلك. يفيض القصيد ولا يضمه سوى واديك، تقل كل جزل من التغزل يناسب لك. خيار القصايد لو مهيبك تعود فيك، لو انها غفال انتقل فيها وسوم بلك. الله. النوار والربلة نعم. هل عشت في الصحراء يعني؟ أنا نشأت في منطقة القصيم. منطقة القصيم منطقة جميلة جدا جدا. الصحراء فيها والنفود فيها حاجة روعة. وطبعا كنت بمشي هناك، وحاجة من عادة الساكنين المنطقة هناك بيحبوا دائما الخروج والتنزه في البر. فدي حاجة زي ما قلنا هي من البيئة. جميل. طيب الآن تجربة شاعر المليون هل أضافت لك شيء؟ كثير جدا. شاعر مليون ما أضاف لي أنا فقط على مستواي الشخصي، هو أضاف للساحة. حتى يعني مش أضاف للساحة النبطية فقط، هو أضاف للساحة وللشعر العربي. أستاذ الحميد الثقفي عنده كلام في معناه إنه تطور الشعر الشعبي النبطي رفع الذائقة الأدبية عند المجتمع،
والحاجة دي انعكست حتى على ذائقة الناس في كتابة الشعر الفصيح والأدب بصورة عامة. فشاعر المليون هو أضاف للساحة بصورة كبيرة. أنا بالنسبة لي على المستوى الشخصي فعلا اتعلمت حاجات كثيرة جدا، طرق النقد، مواطن قوة القصيدة، مواطن الجمال، كيف إنه الواحد ممكن يستلهم الفكرة بصورة جيدة ويحاول صياغتها بأفضل ما يمكن من الطرق. دي حاجة شاعر المليون أثر بها على الساحة الشعرية، وفعلا استفادوا منها ناس كتير، وتغيرت الساحة تماما يعني قبل شاعر المليون وبعد شاعر المليون. إيه بس ألا يؤثر فيها التصويت؟ يعني أحيانا قد يكون الشاعر، نحن لا نعترض لكن نطرح وجهة نظر، نعم. أنه أحيانا إذا قيمك ناقد نعم. في سوق عكاظ وفي سوق ذو مجنة والأسواق القديمة، كان شعراء ويقرون شاعر أو صحيح. يجيزون شاعر. نعم. الآن ألا يؤثر عملية التصويت في بروز الشاعر في عطاء الشاعر؟ طبعا أول حاجة هو الموضوع فيه تفصيل. شاعر المليون هو برنامج تلفزيوني، يعني البرامج التلفزيونية في جهات قائمة عليها، وبيكون فيها حسابات مادية وبيكون فيها حسابات إعلامية، وهو برنامج تلفزيوني يعني. فدي كلها خلفيات موجودة في كل البرامج التلفزيونية. فده ما مش عيب في البرنامج التلفزيوني، لكن نحن بنرجع هنا لأنه المبدأ القائم عليه البرنامج شنو؟ شاعر المليون ما صدر للساحة شعراء ضعفاء أبدا. جميل. شاعر المليون صدر للساحة شعراء من أجمل الشعراء. دائما كان الاختيار بيتم عن طريق تمحيص وعن طريق اختبارات وبلجنة شهد الجميع لها بالكفاءة. وكل البرنامج هو فعلا هدفه في الأساس اللي ظهر للجميع واستفادوا منه الجميع، انه فعلا ارتقى بالقدرة الشعرية في الساحة. فالتصويت فعلا بيأثر، لكن زي ما قلنا دي حاجة بتكون دائما مصاحبة للبرامج. لكن المبدأ اللي قام عليه شاعر المليون والطريقة اللي كان بتدار بها شاعر المليون كانت بتخدم الشعر بصورة كبيرة جدا جدا، وبتستبعد دائما الشعر الرديء. جميل. طيب وصلت فيها إلى مراحل متقدمة؟ نعم، أنا دخلت مع 48. ما شاء الله ما نعم. شاء الله. الحقيقة أنا تابعت كثير من شعرك، ولعل تأثرك بالبادية كثيرا. نعم. لكن أيضا تأثرت بالفصيح. صحيح. إيه. ففي قصيدة استمعتها لك ذكرت فيها كعب بن زهير. صحيح. وفي قصيدة لك المطلع كان شبيه بمطلع لجرير. نعم. الخطفة اللي هو أتصحو أم فؤادك غير صاح عشية هم صحبك نعم. بالرواحي، اللي قلت أنت صحيت ولي فؤاد غير صاحي مدام القوم هموا بالرواحي، وذاك يقول أتصحو أم فؤادك غير صاح عشية هم. فودي تختار أجزاء منها، يعني ليست القصيدة كاملة. نعم. وإنما الأجزاء اللي هي القصيدة. أيوة، دي القصيدة اللي ألقيتها في برنامج شاعر مليون. وهناك من نعم. قال إنها الحافر على الحافر، يعني نفس لكن هي تختلف. لا، هو مش كده، لكن المطلع ده هو يسمى الاستدعاء في الشعر. إيه؟ وموجود كثير جدا في الشعر. يعني شاعر يستدعي بيت شاعر آخر وموجود، لكن لأنه قصيدة أصلا كانت قصيدة مدح، وقصيدة جرير كان من القصائد على في التاريخ العربي في المدح من القصائد الجميلة واليشار لها بالبنان، فكان استدعاء فقط لموافقة الوزن والقافية والموضوع أو الغرض. بداية كان صحيت ولي فؤاد غير صاحي مدام القوم هموا بالرواحي سروا والشعر فيهم كالصفاوي بعد هزة وجذوع البين طاحي، لكن وإن ثقلت هموم المحبة ما هي تثني عن الهدة جناحي يسام المجد وشريه بقصيده في رجل مقدمه مثل الصباحي. كانت طبعا في سمو الشيخ محمد بن زايد. يسام المجد وشريه بقصيده برجل مقدمه مثل الصباحي. استاهل. وطويلة القصيدة تستاهل سمو الشيخ محمد بن زايد.
قصيدة طويلة، فكان هذا استدعاء. طيب دعني أعود إلى فنكم في مصر وفي نعم. السودان. عندكم فن اسمه الدوبيت، صحيح. صح؟ نعم. أو المسدار كما صححت لي. وأيضا شبيه عندنا المروبع، وأيضا شبيه بالكسرة أحيانا، يعني نعم. نعم. أحيانا لأن تختزل فكرة، وهذه قدرة شاعرية. نعم. في أبيات إما في المروبع أو أيضا هذا وين كان بيتين لأنه 4 أشطر. صحيح. اللي هو الكسرة. فودي يعني علشان أبين أنه عندك ما شاء الله قدرة في الشعر الشعبي السعودي، وعندك قدرة في الشعر الشعبي السوداني. فودنا تعطينا من هذا الفن المسدار اللي ذكرته أو الدوبيت. أبشر. الطيب والكرم، الطيب والكرم في بلدي أصل وفصل، نحن أهل الأمانة الما في زينا أصل، غنالنا الشرف والمجد قام يرقص له، رسم الاعتزاز بالغالي قاطعين وصلوا. مين بنكر وقوفنا وكي طردنا الباشا، والخواجة يوم جيناه فوق جياشة، كلا ثم كلا ثم كلا وحاشا نتراجع ورا، يوم اليجن رشاشة. يوم العوى يوم الهيا عندنا ما فجيعة مسرة، وإن كرينا ما متنا نعيد الكرة، بايعين النفوس دون البلاد الحرة، ما بين الضروس لحمتنا قاسية ومرة. سوداني الهوى وأبوي هواه سوداني، عليك زول كفوك الطيب. سوداني الهوى وأبوي هواه سوداني، زول نخوة ومع الفرسان حجزت مكاني، ما نلفي الفزع تطلبني ما تلقاني، كان احتجت لي بالفاك قبل تلفاني. الله الله. كلمة يعني في الكلمات غالبيتها يعني واضحة، معناتها انه المفردة ليست بعيدة في اذا كان بس الواحد يمكن احيانا نسمعها من الاخوان السودانيين بسرعة. صحيح. وذكرت العوة كذا كان يوم العوة يوم الهيا اللي هي يوم المعركة بالضبط. ايوه العوة اللي هي يوم المعركة. الحقيقة يعني يقودني هذا الى سؤال، لو سألتك وأنت ابن البيئتين إنجاز التعبير، يعني وأنت أيضا من عشاق السودان كما أنت عشاق، لو سألتك عن القواسم المشتركة الشعبية. نعم. يعني وعشان من بعد إن شاء الله نستمع إلى قصيدة. تفضل. القواسم المشتركة الشعبية ده موضوع جميل يطول النقاش فيه. العرب قدومهم للسودان هو مش حديث، قديم. أستاذ ضرار صالح في كتابه تاريخ السودان الحديث ذكر أنه أوائل القبائل العربية الهاجرت للسودان كانت من ربيعة وجهينة في القرن العاشر الميلادي. القبائل دي بعد ما جات للسودان كونت علاقات اجتماعية تقوم على السلام والود مع السودانيين، وكان انتشار العرب في السودان، فالوجدان العربي أصيل في السودان. سلام. زي ما ذكرت قبل شوية أستاذنا المرحوم طيب صالح كان بيفتخر بالحاجة دي. أستاذنا المرحوم كذلك الفيتوري. الله. الفيتوري عنده قصيدة كان بيتكلم فيها برضو عن الموضوع ده. كان بيقول فيها، هي قصيدة نونية ما بتذكر أنا ما بتحضرني، لكن قصيدة معروفة اتكلم فيها. كذلك الأدب الشعبي السوداني، مثلا لما ناخذ قصيدة إبراهيم العبادي بيقول فيها أخوك يا ريا. طبعا أنت لما تقوم تفتخر بالأخت، طبعا هنا في الخليج الحاجة دي موجودة، أخوان نورة، أخوان مريم، حاجة موجودة هنا. كذلك بتلقى إنه نفس الطابع موجود. أخوك يا ريا وقتين الخيول يندبكن، وأخوك يا ريا وقتين الرماح ينشبكن، أخوك جبل الثبات وقت القواسي يحبكن، كم بكيت وكم قشيت دموع الببكن. بتلقى إنه حتى الأشياء اللي بيفتخر بيها
تجي تلقى إنه هنا في الشعر الشعبي إنه بيفتخر الواحد بإنه ستر الغواني. الله. تلقى إنه الحاجة دي هناك موجودة. فالعادات، سيد أحمد الحردلو بيقول كلام جميل جدا جدا مع إنه بسيط، بيقول ونحن قداحنا سوات ضيق، ونحن وشوشنا مطروحات، ونحن بيوتنا مفتوحات مساء وصباح. هنا بتلقى إنه الواحد بيفتخر بإنه بابه مفتوح. الله. سيد أحمد الحردلو بيقول نحن بيوتنا مفتوحات مساء وصباح. فالتمازج في الثقافة الشعبية كبير جدا جدا. السودان دولة متنوعة الثقافات، لكن وجدان العربي أصيل في السودان وأصيل في الأدب السوداني. جميل. طيب تعرفت على كثير من الشعراء هنا الظاهر، نعم. وشفت لك حتى في تكريم أحد الشعراء نعم. قصيدة جميلة. هل كان بينك وبين أحد الشعراء مثلا مطارحات أو ما يسمونها بإخوانيات؟ نعم. طبعا الموقف اللي ذكرته كان في تكريم الشاعر نايف بن مسرع الدوسري، شاعر علم. نعم، ما يحتاج. ورجل مخلص لوطنه، مخلص لأمته العربية، بحييه من هنا. نعم، كان في كثير جدا من الرديات، يمكن أشهرها ردية مع الدكتور محمد حمدان المالكي، منشورة موجودة في مجلة اليمامة، ممكن الرجوع إليها. كان في رديات كثيرة جدا جدا، لكن دي من يعني أشهر. ما تتذكر منها شيء؟ بتذكر منها إنه آخر بيت من بيوتي أنا في الردية، إنه قلت حنا ليامنا نهضنا ما حسبنا وش يصير، من دون حد المملكة راحت عمامتنا عقال. الله. فكان الحديث عن التمازج بين السودانيين والسعوديين، أشقاء طبعا. فالموجودة الردية موجودة في مجلة اليمامة. تمنينا أنها كانت، لكن لعلنا نعم. نجدها إن شاء الله وننشرها. إن شاء الله. لا زلت في نفسي أنك تقول أيضا قصيدة، على أساس أنه والله أحببنا اليوم أن يكون مساء شاعري رغم ذا الحر يعني. نعم. طيب، دي برضو أبيات بشوف أنه يعني بتستدعي ضرورة المرحلة. يقول ما عاد لي شف الأبريز والدلة، الناس ما عاد تدري وش جرى فيها، تسب في دولة التوحيد والملة، وهي على حساب راحتها تراعيها، في حقها أكثر جزيل الشعر يا قلة، اللي جزيل المدايح ما توفيها، لو كان ما هي تعرف الحق والدلة، ما الله جعل رفعة البيتين بيديها. يا شينكم يا النفوس اللي بها علة، ويا صغركم يا العقول اللي تلاحيها، لوكم تحسبونها بتعود من ذلة، من لا يعرف الحرارة الشقر يشويها. المملكة عزها باقي على حله، تزود ما ينقص إلا من يعاديها، يحبني لها وترابها كله، يا جعل ما فيه نولا يساقيها. الدولة اللي تحامدون بيت الله، حق علينا اللي نادة نلبيها. الله. صح لسانك، ما شاء الله ما شاء الله. بس أنوه إنه القصيدة جاروها الأصدقاء الجميلين، فهد العزيزي، كذلك رزين الثلابي السلمي، بحيهم برضو. وما تتذكر من قصائد بتذكر من مجارات رزين الثلابي، يا الشاذلي قمت وضى واذكر اسم الله، الشاذلية لجل من هو تخليها. قصيدة جميلة جدا جدا. كذلك قصيدة سيف بني عزيز فهد بن خالد العزيزي جميلة كذلك. الشاذلية يقصد الدلة. ما أنا بقول إنه ما عاد لي شف الأبريد والدلة، هو بقول لي الشاذلية لجل من هو تخليها. نعم، لأن نسبك يعني الشاذلي مشتق من الاسم. نعم. الشاذلية الدلة. يا سلام. نعم. طيب لو سألت سؤال آخر، شعر النثر، نعم، هل هو في نظرك، أنا قد قرأت لك رأيي في هذا الموضوع. نعم. بتذكر، نعم، هو كان في لقاء مع الشاعرة والصحفية السودانية المتألقة منى حسن. منى صحفية ذكية جدا جدا. هي سألت إنه السؤال زي ما أنا بتذكر، إنه هل لقصيدة النثر مستقبل؟
جوابي كان لها مستقبل ولكن ليست قصيدة. الله الله. نعم، هو فعلا لها مستقبل. أنا بالنسبة لي هو ده نوع من الأدب، نوع من الأدب ونوع من الكتابة. هو ما بسميه شعر، ولعله هنا في كلام موافق لشاعرنا الجميل أبو محمد مانع بن شلحاط، بيقول إنه لا نعترض على وجود التفعيلة ولكن نعترض على تسميتها شعرا. طبعا التفعيلة غير النثر، لكن أنا بالنسبة لي برضو سواء التفعيلة أو النثر بعتقد إنه هو نوع من الكتابة، ومش استحقار للفن ده، بالعكس فن عظيم، لكن ما بالنسبة لي هو ليس شعرا، هو نوع من الكتابة الأدبية الجميلة وصعبة كذلك إتقانها، مش حاجة سهلة. جميل. طيب هل تؤمن ببيت القصيد؟ يعني قصيدة نعم. تكتب في القصيدة كاملة ويكون هناك بيت. نعم. هل تؤمن بهذا؟ طبعا طبعا، دي حاجة إيماني بها قوي، وأعتقد أنه يعني تقريبا التاريخ الأدبي للعرب متفق على الحاجة دي، حتى الأدب العالمي كذلك بيكون في بيت في القصيدة أو في مقطوعة معينة أو في أبيات معينة، دائما هي بتكون زي ما بتقول أنت حجر الزاوية للقصيدة، يعني تكون هذه القصيدة نعم. نعم. طيب يعني هل هناك قصيدة تمنيت لو قلتها يعني؟ نعم أستاذ سعد، برضو بتذكر إنه في برضو في لقاء معين، هو نفس اللقاء السابق تقريبا، كان برضو في سؤال إنه قصائد تمنيت إنك قلتها. بالنسبة لي أنا بتمنى أقول قصائدي التي لم أقلها بعد. الله الله. نعم. دي الحاجة اللي أنا بتمنى أقولها، لكن في قصائد كثير بحبها وبحب أسمعها باستمرار، ومهما سمعتها ما بلقى نفسي مليت منها. زي قصيدة الطموح اللي سرت من نجد وامست بالحوية ضدان بن قضعان، زي العنود اللي مسها البارح وانا سيد سهرها. بيتين منها جميل. الطموح اللي سرت من نجد وامست بالحوية ضيقت صدر الرياض وسافر الطايف وجاها، لغاية ما بيقول علموها لا تطول في الحوية، ديرة ما هي بديرتها لو عجبها هواها. معروفة قصيدة ديدان. سلام. قصيدة مساعد العنود اللي مسها البارح وانا سيد سهرها بحبها جدا جدا. قصيدة خلف بن هذال ربنا يديه طولة العمر والصحة، اللي هي بيقول فيها بالعدل والعرف والحكمة تسلطنا، نترك كثير الأمور وناخذ أحسنها، لدندن طبلة الحراب دندنا. بحب القصيدة دي بسمعها، فنعم دي قصائد بحب أسمعها باستمرار. جميل. ولا زلنا نطالب أيضا، لأن الحقيقة هذا المساء مساء شعري، فأيضا إذا في ذهنك قصيدة أخرى تتذكرها في أي مجال. نعم. طيب دي أيضا كذلك لعله نطلع من ننوع بين الأغراض. كذلك قصيدة غزلية يقول سنين العمر تنقص وعمر الغرام يزود، الله. لح الله غرام من ما لقيت الشقاه علاج، حنيني ما هو يشبه حنين البشر يسعود، فؤادي خلوج وتنحد بالضلوع سياج، تراهي ترازم كل ما ذعذعن النود، تذكره بانفاس الحبايب وهو محتاج، حراويه مبطت والهبايب تجي وتعود هي الرسل، يوم القفر ما به سوا وابراج علي هم فارقهم، حمول تهد الطود وانا كود اشيل من الوهن، ساقي السجاج بعاد مثل بعد الاماني، عن المقرود قراب مثل قرب المنايا، من الأوداج حياتي لهم، لإن كان راحت بلا مردودة ببكي عليهم، مبكي العمر لو هراج مثل ما على الجمرة، يذوب ويفوح العود دهان الفراق، وفاح سري مع الهراج مني والله مغير، ظنوني بهم يسعود لكن الجبل لو ما جت الأرض تحته ما جعس ما خلا منهم، ولا من هبوب النود رسول الهوى يوم ما به سوى وابراج. الله الله الله. الله يسلمك. طيب أنا تحدثت وقلت أنه يعني أنت تأثرت بالأدب العربي، وهل تحفظ من الشعر العربي الشيء اللي جعل عندك ما شاء الله هل اللغة الثرية والمفردة الراقية؟ طبعا الشعر الفصيح، الشعر الفصيح هو الحاضن الأكبر لكل آدابنا الشعبية.
بحب الشعر الفصيح جدا، بكتب شعر فصيح، وبحب أقرأ الشعر الفصيح بصورة مكثفة، بصورة مكثفة. طبعا من العصور القديمة مرورا بالعصور التي تليها إلى العصور الحاضرة يعني. بيعجبني كثير من الشعراء الفصيح. ممكن أشير لشاعر سوداني يمين العباسي، شاعر كبير جدا، من قصائده يا بنت 20 والأيام مقبلة ماذا تريدين من موعود 50. الله، شاعر جميل جدا جدا. جميلة ذي تحفظنا. أنا دائما أنت تجيب بيت وتقتلني ما تكمل. نعم، يمكن ده بيرجعنا لبيت القصيدة اللي قلناها قبل شيء. القصيدة اسمها عهد جيرون، غناها الأستاذ الكبير عبد الكريم الكابلي، بتمنى له الصحة. موجودة في الأدب، لكن يمكن ما بتحضرني القصيدة كلها. جميل. نعم. والشعراء الشعراء الفصيح حتى في العصر ده في منهم شعراء كثير جميلين. القامة السعودية جاسم الصحيح، الله، صاحب البيت المشهور يعني كل النساء حديث بلا سند وأنت حديث لابن عباسي. الله. طبعا فالشعر الفصيح زي ما قلنا هو الحاضن الأكبر. بحب أقرأه بصورة مكثفة زي ما قلنا، ودي نوع من التجارب اللي أثرت برضو على طيب كتبت في نعم، كتبت في الشعر الفصيح، مع أنه ما طرقته بصورة مكثفة زي قراءتي له. طرقت النبطي بصورة أكبر من الفصيح ومن السوداني. من الشعر الفصيح اللي كتبته ممكن نذكر أبيات فقط. أنا يا صديقة لست أعرف هل إذا أحببتك ستغيرين حياتي، فلقد سئمت تشابه الفتيات في الأسماء والأفعال والحركات. لا تفرحي إن كنت يوما نجمة في الليل آلاف من النجمات. لا تسعدي لو قيل أنك زهرة فالزهر بعض منازل النحلات. القصيدة طويلة وما بحفظها كلها بتحضرني هسه. طيب قد تحدثنا في السابق عن نعم. استحضارك لكعب. نعم. فكانت قصيدة وإن كانت يعني، لكن أعجبني نعم. التوظيف المفردة فيها كان جميل. التوظيف كان لأنه مناسبة وافق القصيدة نعم، التوظيف وافق الموقف اللي قيلت فيه القصيدة. القصيدة قيلت في مناسبة أستاذ نايف بن مسرع الدوسري زي ما ذكرنا قبل شوية. كان مشاركته في شعر المليون مشرفة لكل من يحب الشعر، ومشرفة لكل عربي ومسلم، لأنه تكلم عن قضايا مهمة. ودي عادة الأستاذ نايف. فكان جماعته عاملة له تكريم وهو بيستاهله. أحد الشيوخ الموجودين كرموا بالعادة العربية النبيلة المعروفة إنه بيلبسوا البردة أو المشلح البشت. ودي حاجة عملها قبل كده النبي صلى الله عليه وسلم، إنه أهدى بردته الشريفة لكعب بن زهير رضي الله عنه. فاستحضرت الموقف وكتبت القصيدة. القصيدة طبعا قديمة، يمكن قبل 7 سنوات، وممكن أذكر منها بداية فقط، يعني أبيات بدايتها أنه جتني رسالة قلت يا ربي عسى فالأمر خير، والحمد لله كان كل الخير وسط الصورة، إلى أن قلت في القصيدة ذول الدواسر سادة الواد الجنوبي الحدير، ذولا سحابات السماء وشموسها وبدورها. والقصيدة طويلة وموجودة يعني. القنوات نعم. الشعبية ودورها في انتشار هذا الأدب الشعبي. نعم. كيف تراه، وهل هو خطوة إيجابية أم أنه يعني خطوة سلبية؟ يعني كثير جدا في الآونة الأخيرة ظهر امتعاض يعني في الساحة، إنه انتشرت القصائد وأي زول عايز يقول قصيدة بيقول قصيدة. طبعا دي حاجة أنت ما تقدر توقفها، أنت بالعكس عليك إظهار الجميل من الشعر عشان يطغى على الغث. ده المفروض تعمله، لأنك أنت ما تقدر توقف المدد الماشي ده مد رهيب جدا جدا ما بيتوقف، لأنه أي زول الآن ممكن ينشر في أهم الأمكنة. لكن القنوات الشعبية أضافت للساحة، كذلك التطبيقات الجديدة أضافت للساحة، رغم أنه في شعراء جميلين جدا هم فعلا يعتبروا كنوز
كنوز أدبية. بتمنى فعلا أنه يكون حضورهم في القنوات كبير، وأنه يكون من القنوات تركيز عليهم بصورة كبيرة، لأنه نحن الشاعر عرفناه بصورة أساسية من بمجهوده هو اللي بيكون على تطبيقاته أو ما إلى ذلك. نتمنى أنه يكون في تركيز عليهم، حصر لأسمائهم، وهم كتار جدا جدا موجودين الآن، وبتمنى أنه فعلا بس يكون في تركيز بصورة أكبر عشان نقدمهم للساحة. ودي مرحلة تاريخية مهمة، وأدب موجود قيم ما عايز أنه يضيع. سلام. نعم. طيب الحقيقة في نهاية هذا اللقاء، نعم. وأنا أعرف أن محبيك في قناة الصحراء وجمهور قناة نعم. الصحراء كثر، ففي هذه المناسبة الجميلة وفي هذه الأيام الرائعة بودي أن يعني ماذا تقول لمحبيك من قناة الصحراء؟ أبدا، بشكر المتابعين عبرك أستاذ سعد، شكرا لك على الاستضافة، شكرا للمتابعين على أنهم بدون من وقتهم، وبتمنى فعلا أنه تكون إضافة لهم، وربنا يحفظهم ويسعدهم إن شاء الله. أعزائي مشاهدي قناة الصحراء، وهكذا مرت هذه الساعة، مر السحاب أقول لا ريث ولا عجل. مرت أيضا مرور الكرام مع شاعر مبدع تمنيت، وإن شاء الله يعدنا في لقاءات أخرى ولقاءات مع الشاعر الطبيب الأديب، عبارات كثيرة، الشاعر الشاذلي العجب. فأستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في لقاءات أخرى. تحية لكم من زملائي فريق العمل ومني أنا سعد الثنيان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.